فيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض عن أهم عنصر من عناصر المزيج التسويقي، وهو المنتج. المنتج بيبقى ترجمة تسويقية مباشرة لأبحاثك اللي عملتها عن السوق واحتياجاته. ولو أخدت وقت كافي في التخطيط وتطوير المنتج المظبوط اللي هيحقق الإشباع لسوقك المستهدف، هتكون نسبة نجاح منتجك عالية جدا. وخلينا دلوقتي نتكلم مع بعض عن عروض ومنتجات السوق، الماركت اوفرينز. أشهر اللي بتقدمه الأسواق هم المنتج والخدمة، لكن في الحقيقة مفيش حاجة في العالم ما ينفعش معاها التسويق، وعلشان كده بنلاقي إن حاجات كتير غير المنتج والخدمة دخلوا عالم التسويق. مش بس نقدر نسوق للمنتج والخدمة، إحنا كمان ممكن نسوق للأفكار، البلاد، الأماكن، الحملات التطوعية، المعلومات، المنظمات، الأشخاص وغيرها كتير. تسويق الفكرة مثلا هي من أكتر الأجزاء عبقرية في التسويق، لأنك بتبيع وبتقنع الناس بفكرتك قبل ما يشوفوها أو يشتروها فعلا. الشاب توي اللي عمل $1,000,000 ببساطة من صفحة إلكترونية إعلانية بسيطة جدا فيها 1,000,000 بيكسل، والبيكسل هي وحدة المساحة الإلكترونية، بيبيع فيها البيكسل الواحد ب$1. يعني الشركة بتشتري عدد من البيكسلات علشان تعلن فيهم عن منتجاتها. توي كان المفروض يسوق لفكرته وينجح تسويقه للفكرة علشان الناس تقتنع وتشتري، وكان لازم يتعامل مع علم وفن تسويق الأفكار. بدأ يطور تاج لاين امتلك جزء من التاريخ On a piece of history، وبدأ ينشر التاج لاين ده وسط الشركات اللي بيحاول يقنعها إن هم يحجزوا معاه مجموعة من البكسلات اللي هتدخلهم التاريخ، لأن الصفحة ديت لما تنجح والفكرة تنتشر هتبقى حالة نادرة من نوعها، والناس هتدخل تشوف إيه الصفحة اللي تساوي $1,000,000 دي، وبالتالي الشركات اللي موجودة على الصفحة ديت هتتشاف كتيرة جدا من ناس كتيرة جدا في العالم. وده اللي حصل فعلا. مع التاج لاين العبقري ده بدأ يحيط الشاب توي نفسه بهالة إعلامية ضخمة، مع تنشيط فكرته ديت بتعريفه للناس سبب عمل الصفحة، وهو إن محتاج يدفع مصاريف دراسته في الجامعة وكمان يشتري جوز شرابات جداد. مع عبقرية الفكرة وعبقرية توي التسويقية وطريقته الفكاهية البسيطة في عرض فكرته واستهدافه للشركات المغامرة اللي هتفهم فكرته، مع استخدامه المكثف لأدوات دعائية قوية في حالته زي الإعلام والعلاقات العامة والتسويق الفيروسي، قدر بسرعة قياسية يجمع $1,000,000. تسويق البلاد كمان يعتبر من ضمن أنواع التسويق اللي ظهرت جديد في علم التسويق. فبلد زي قطر مثلا مساحتها صغيرة جدا بتقدر توجه أنظار العالم ليها عن طريق إنها بتشوف الناس بتروح أنظارها فين وتخطف الحاجات اللي بتجذب الناس، زي استثمار مواردها في قنوات إعلامية إخبارية ورياضية، عارفة كويس إنها هتجذب شريحة كبيرة من العرب ليها. ده غير تنظيمها لأحداث كبيرة العالم بيشوفها زي سباقات الفورمولا وكأس العالم، مع طبعا اختراعاتها العجيبة والغريبة اللي بتعملها في البلد علشان تدخلها موسوعات قياسية. كمان عندنا تسويق الأشخاص. هتلاقي أشهر الأشخاص اللي بيتسوق ليهم هم السياسيين، وحملات الانتخاب واللي بتبدأ بدري جدا قبل الانتخابات بشهور وممكن سنين كمان، بيدرس فيها المرشحين الأماكن اللي هينزلوا فيها في حالة انتخابات البرلمان، أو بيدرسوا البلد عموما في حالة الانتخابات الرئاسية. فمثلا في الانتخابات البرلمانية بينزل المرشحين في مناطق الترشيح يشوفوا احتياجات الناس ايه، بيلاحظوا مشاكلهم، بيعرفوا ايه اكتر حاجاتهم اولوية، وفي فترة الانتخابات بينزلوا يعرضوا خدماتهم ويظبطوا برامجهم على اساس الاحتياجات اللي استكشفوها. وفي حالة الانتخابات الرئاسية هيبدأ المرشح يشوف احتياجات الناس ايه عموما، وكل بلد او محافظة خصوصا، ويبدأ يطور برنامج انتخابي يستهدف البلاد باحتياجاتهم ويوصلهم عن طريق انسب القنوات الدعائية للبلاد دي وطبيعة معيشتهم. في أمريكا مثلا كل مرشح نجح في الانتخابات كان هو اللي بيستهدف الاحتياجات العامة لبلده في الفترة اللي موجود فيها. فمرة هيركز المرشح على إنهاء الحرب العنصرية، ومرة على الانتصار في الحرب العالمية، ومرة لتحقيق السلام، ومرة للحرب على الإرهاب، وأخيرا تصليح الاقتصاد، وهكذا. وانت نفسك تقدر تستخدم تسويق الأشخاص لو حبيت تميز نفسك في أي مجال، أو عاوز تقتنص أي دور أو وظيفة متميزة في مكان متميز. وده اللي هيحصل طول ما بتعرف ازاي تستكشف الشركات وتحدد احتياجاتها صح، وبتقسم الشركات وبتستهدف اللي يناسبك ويناسب امكانياتك، وبتقدر تعرض امكانياتك وتتواصل مع الشركات ديت صح. التسويق مش بس للمنتج والخدمة، التسويق ينفع لأي حاجة في الدنيا طالما فهمت خطوات العملية التسويقية صح: اكتشاف احتياجات، تطوير منتج يشبع الاحتياجات ديت، دعاية مبدعة، وتواصل صح، يبقى خلاص. وتعالوا دلوقتي نتكلم مع بعض عن أهم القرارات المهمة في المنتج. أول حاجة صفات وخصائص المنتج، تاني حاجة التغليف والتوصيف، تالت حاجة العلامة التجارية، ورابع حاجة والأخيرة خدمات ما بعد البيع والدعم للمنتج.
وخلينا نبدأ بأول حاجة، صفات وخصائص المنتج. البرودكت اتريبيوتس. طبقا لمفهوم التسويق الصح والواسع، فالمنتج بيتطور على حسب احتياجات العميل، وبيكون دور عمليات الإنتاج وتطوير المنتج في الشركة إنهم يطوروا المنتج على حسب احتياجات العميل اللي عرفتها الشركة من خلال خبرتها وبحثها ودراستها للسوق. وصفات المنتج هتشمل كذا حاجة، منها الخصائص بتاعته والخصائص اللي عرفتها الشركة مثلا عن طريق الاستبيانات وطرق الملاحظة. الخصائص هي أشكال وصفات في المنتج بتشبه احتياجات العميل عن طريق إنها بتقدم فوائد ومزايا هو محتاجها. لازم المنتج يراعي الجودة، وفي مفهوم غلط في التسويق إن الجودة معناها إن المنتج مفيهوش عيوب، يعني زيرو ديفكت، أو إنه منتج كفاءته عالية جدا. وعلى الرغم من إن الأبعاد ديت صح وهي قريبة من مفهوم الجودة فعلا، لكن الجودة بمعناها التسويقي الأصح هي إن المنتج بيكون بيأدي وظيفته بأحسن شكل المستهدفين من المنتج محتاجينه. وده بياخدنا لبعد تاني من أبعاد مفهوم الجودة، وهو التماسك consistency. وده معناه إن المنتج بيعمل الحاجة المطلوبة منه واللي مستنياها الناس. وبالمنطق ده ممكن تبقى العربية الهيونداي أعلى جودة من العربية المرسيدس إذا قدرت تقدم المزايا والفوائد اللي الناس مستنياها منها أحسن من تقديم المرسيدس للفوائد والمزايا لعملاء المرسيدس. تاني حاجة، التغليف والتوصيف باكجين اند ليبلين. التغليف معناه إن المنتج هيتحط في إطار معين، سواء بقى بهدف إنه يحلي شكله ويجمله ويميزه عن المنافسين، أو في الأغلب بهدف حفظه، خصوصا في المنتجات الاستهلاكية. التغليف عنصر مهم جدا في تطوير المنتج، لأن غير إن هو بيحفظ المنتج فهو بيشد الناس للمنتج، وكمان طريقة وجودة تعبئة المنتج بتكون ميزة تنافسية كبيرة لما بتسهل استخدام المنتج على الناس، زي مثلا المشروبات الغازية بطريقة الإزازة الشهيرة البوتلز، أو العلب الكنز، أو طرق تغليف وتعبئة الكريمات ومستحضرات التجميل، وحتى السلع الاستهلاكية زي الكاتشب. لاحظ فيهم طرق التعبئة والتغليف، وشوف الاختلاف في طرق التعبئة ديت عند الشركات، وإزاي إنها لو اتعملت غلط أو بشكل مش احترافي هيسبب مشاكل في استخدام المنتج، وبالتالي عدم حب الناس ليه. أما التوصيف الليبلين هي كلمات أو صور توضيحية بتديك معلومات عن المنتج، أو بتشرح لك طريقة استخدام المنتج في حالة المنتجات اللي محتاجة لكده. والوصف ممكن يبقى ميزة تنافسية كبيرة لو الشركة استخدمتها صح. فمثلا منتج زي عسل النحل ممكن كل الشركات تعمل منتج وتعلبه بشكل كويس، لكن الشركة اللي هتتميز فيهم هتحط وصف يساعد في البيع، زي خصائص العسل ده ومزاياه وازاي بيساعد في علاج كتير من الأمراض، وده اللي غالبا كل منتجات العسل بتعمله. لكن الشركة ديت قدرت تزود مزاياها التنافسية مقابل المنافسين والبدايل، خاصة والمنتج على رفوف التوزيع وفي متاجر البيع. تالت حاجة، العلامة التجارية البراندنج. الشركة بمجرد ما بتخلص تصميم المنتج بالشكل اللي هيناسب احتياجات الناس بتقف قدام المنتج ده في حيرة كبيرة، يا ترى هتسميه ايه؟ الموضوع شبه الطفل الجديد اللي بتدور له على اسم، والاسم ده هيكون عنصر حاسم في تاريخه. لو فكرت مثلا في بيع شركات عملاقة في العالم زي كوكاكولا، مايكروسوفت، ابل، هارلي ديفيدسون، تخيل ممكن تتباع بكام؟ اكيد هتتباع بارقام خيالية ممكن ما نعرفش نقدرها من ضخامتها. السر في الارقام الخرافية بيرجع لسبب واحد بس، وهو قوة العلامة التجارية البراندنج. يعني لو فيسبوك هيتباع بمليارات، فهو مش هيتباع بمليارات علشان هو شبكة اجتماعية ناجحة، فالشبكات الاجتماعية ناجحة كتير، لكن هيتباع بمليارات لأنه ببساطة فيسبوك. والعلامة التجارية للمنتج بتكون اسم أو صورة أو رمز أو شكل أو لون أو صوت أو شعار، وكل العناصر ديت بتتجمع في وقت واحد علشان تدي روح مميزة لكل منتج. وطبعا ده في الأصل بيكون مهمته تمييز المنتج بمجموعة من الصفات والصور اللي هتساعد المشترين إنهم يتعرفوا على المنتج، ومش كل مرة يقارنوا بين المنتجات كلها من جديد. لكن مع العلامة التجارية المشتري هيشوف اسم المنتج فيكون صورة متكاملة عن المنتج وخصائصه ومزاياه وكل حاجة عنه. معنى كده إن من أهم وأكبر المهام في مجال التسويق هو بناء العلامات التجارية. والعلامات ديت مش بتتبني من يوم وليلة، لكنها بتاخد وقت كبير. بتحاول فيها الشركة تستخدم أهم الوسائل المعروفة لبناء العلامات التجارية القوية، وطبعا أولها الإعلان والعلاقات العامة، وطبعا من قبلهم لازم تحدد الاستراتيجية التسويقية المناسبة اللي هتكون صورة معينة عن المنتج في أذهان العملاء، واللي هي البوزيشننج. لكل الأسباب ديت يبقى لازم الشركة تحط استراتيجية قوية ومبدعة لبناء العلامة التجارية. وطبعا أول خطوة في الاستراتيجية ديت وتنفيذها هي اختيار اسم مميز. ودي المهمة اللي ممكن تبان أحيانا إنها سهلة، لكن في الحقيقة
هي من أصعب وأعقد المهام التسويقية، وأحيانا بتلاقي شركات مختصة بتفتح عشان بس الموضوع ده، تصميم وتطوير اسم تجاري مميز للمنتج. الأول محتاجين نعرف إن اسم المنتج يستحسن إن هو يشمل مجموعة من الصفات، زي إنه يكون سهل ينفع تفتكره بسهولة، مميز بيقول حاجة عن المنتج، سهل إنك تسجله في سجلات حقوق الملكية، ملوش نظير أو مشابه في بلاد تانية خاصة البلاد القريبة واللي بيشتركوا معاك في اللغة، ولما يترجم ما بيتحولش لمعاني كارثية زي ما شفنا في قصة نوفا في المكسيك، وده هتلاقيه في جزء البحث التسويقي. لو ما شفتش الفيديو ضروري ترجع تشوفه. والسؤال هنا، أنهي الأحسن لاسم المنتج؟ وصفه بيعبر عن المنتج، ولا فريد أو مصنوع ممكن ما يكونش ليه معنى في اللغة؟ أكبر معضلة بتقابل المسمي هي إذا كان الأصح هي اختيار اسم يصف المنتج أو صفة فيه أو ميزة، زي مثلا برجر كينج أو بيتزا هات. والاسم الوصفي عموما سهل في تسويقه لأنه بيعبر عن نفسه وعن فكرته، لكن مشاكله بتبقى في صعوبة تسجيله، لأنه ممكن يتعارض مع أسماء متداولة وصعب تفتكره لأنه غير مميز أو غريب، وممكن كمان يختلط مع أسماء منتجات المنافسين، ده غير إنه سهل يتقلد. الاسم الوصفي أكبر مشاكله لما شركة تختار له نطاق إلكتروني دومين يعني على الإنترنت، لأن أغلب الأسماء الشائعة والمتداولة محجوزة، وممكن تضطر لتحوير الاسم أو إضافة حروف مش عاوزها. ناخد مثال، شركة بتنتج ملابس وانت دلوقتي هتسمي أجدد المنتجات بيرفكت شيرت. الاسم ده وصفي وبيعبر عن المنتج وميزة فيه، واختزلت كده نص خطوات الدعاية لأن الاسم في حد ذاته بيوصف وبيعبر عن المنتج، لكن مشاكل الاسم الوصفي هنا إنه مش غريب أو فريد، فمش هيبقى سهل الناس تفتكره، ده غير إنه قريب من أسامي منتجات المنافسين، فاللي بيدور على المنتج بتاعك أو منتج شبيه ليه هيلاقي المنافسين معاك، وممكن يروح ليهم هما لفرق في السعر أو في الجودة، ده غير إنك هتلاقي مشاكل وصعوبات في تسجيل الاسم علشان يعني مشابه لأسماء منتجات تانية. كل المشاكل ديت ما بتكونش عائق بدرجة صعوبة ومشاكل اختيار النطاق الإلكتروني الدومين، فلك أن تتخيل قد إيه هي صعوبة وجود عنوان إلكتروني متاح بالاسم الجديد. مشكلة النطاقات هي أكبر المشكلات اللي بتواجه الشركات الجديدة دلوقتي، واللي بتختار أسماء وصفية لمنتجاتها، والنطاقات اللي بتتكون من أسماء شائعة ومتداولة معظمها يا إما محجوز أو تكلفته عالية جدا. الاسم المتكون أو المخترع واللي غالبا ما بيكونش ليه معنى في القواميس بيجي من أفكار وقصص وخرافات وإيحاءات من أكلات وفواكه، بلاد، أنهار، وفي أمثلة كتير زي نايك، أبل، أمازون، ياهو. وورا كل اسم غريب من الأسامي ديت قصة أو معنى أوحت لمؤسسها بفكرة الاسم. الأسماء اللي بتتبع النوع ده في التسمية ممكن تكون صعبة التذكر في بداية الأمر ومش معبرة عن الشركة أو المنتج، وبالتالي بتحتاج الشركة في البداية لمجهود أكبر في ربط الاسم الجديد والغريب بالمنتج الجديد أو الخدمة، وبعد كده تكوين الصورة الذهنية البوزيشن عن المنتج في أذهان الناس عن مزايا وجودة المنتج. وميزة التسمية ديت إن الاسم بيكون قابل لمزيد من الامتداد وزيادة المزايا والمنافع الموجودة فيه. فموقع أمازون بدأ بمنتج واحد وهو الكتب، وهو دلوقتي بيبيع كل حاجة تقريبا، فلو استخدم أمازون اسم تاني وصفي بيعبر عن اللي بيقدمه الموقع زي مثلا يور بوك شوب، كان هيلاقي صعوبة كبيرة بعد كده في زيادة تنويع المنتجات والخدمات المعروضة عليه. النوع ده من التسمية بيسهل كتير مشكلة البحث عن نطاق إلكتروني، لأن الاسم مش شائع وبالتالي فريد ومتميز عن المنافسين في السوق، وما بتتوقعش مواقع حجز النطاقات تفكير الشركة فيه فتشتريه مسبقا وتزايد عليه زي ما بتعمل مع النطاقات المرتبطة بأسامي شائعة. في طرق واتجاهات تانية شهيرة للتسمية زي الاختصارات، وغالبا بتتكون الاختصارات ديت من تجميع الحروف الأولى من كلمات وصفية زي هوم شوبينج نتورك HSN، ودي التسميات اللي بتناسب الشركات أو شبكات وقنوات التلفزيون أكتر من المنتجات. في كمان تسميات باسم الشخص المؤسس، وبينتشر الاتجاه ده في التسمية في مجال الخدمات زي منتجات وخدمات مصممي الأزياء وخطوط الموضة، أو خبراء الإدارة زي جاك ويليش، أو البرامج التلفزيونية زي أوبرا، مع إمكانية كمان تكوين اسم من دمج أسامي أشخاص زي أديداس واللي اتكون من اسم أدولف ديسيلر الألماني. في أسلوب قديم وشهير برضه وهو دمج أكتر من كلمة شائعة مع بعض فيؤدي الدمج لكلمة واصفة للمنتج أو مزاياه مع الاحتفاظ بميزة تفرد الاسم، وده زي كوكاكولا، مايكروسوفت، وبيبال. وأخيرا في طريقتين لخروج الأفكار الخاصة باسم مميز للمنتج بتاعك، والموضوع ده بينطبق على خروج الأفكار العبقرية بشكل عام. عندك الأسلوب الأشهر وهو خروج الفكرة في وقت الراحة أو الانشغال على طريقة وجدتها لأرشميدس، وتفاحة الجذب لنيوتن.
وفي بقى على النقيض أسلوب علمي مركز لخروج الأفكار، وهو إنك تقعد لوحدك أو مع فريق في جلسة عصف ذهني brainstorming، بحيث تخرج الأفكار التافهة والغبية بجانب الأفكار المميزة والعبقرية. والمفروض إنك ما تقللش من قيمة أي فكرة منهم مهما حسيتها تافهة أو بعيدة عن اللي أنت عاوزه، فالأفكار بتجيب بعضها. والأهم إنك تفتكر إن أنجح وأقوى أسماء العلامات التجارية المميزة في العالم بسيطة وبتوصل أحيانا لدرجة الغباء. آخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو ده خدمات ما بعد البيع والدعم للمنتج Product Support Services. أي تطوير منتج بيتم على 3 مراحل. أول مرحلة وهي تطوير المنفعة والميزة الأساسية فيه الكور بينيفيت، واللي هدفها تشبع احتياجات الناس. وبعد كده مرحلة إن المنتج ده ياخد شكل ولون وتغليف وتعبئة واسم، والمرحلة ديت بتزود مجموعة من المزايا على المنتج وبتخلي شكله مميز عن باقي المنتجات. أما تالت مرحلة فهي إضافة مجموعة من الخدمات التسويقية واللي هتدعم المنتج أكتر في السوق. ومن ضمن الخدمات ديت خدمات تدعيم المنتجات زي تثبيت وتركيب المنتج، معالجة المشاكل اللي فيه وصيانته، وخدمات الضمان. أهم حاجة في الخدمات ديت إنها تتعمل على خلفية تسويقية صح علشان تقدر تكمل الجزء الأساسي، وهو إشباع احتياجات المشترين بالمنافع الأساسية واللي بيشتروا علشانها المنتج. وإن الخدمات ديت تتقدم بنظام سعر معين ما يأثرش على أرباح الشركة، وفي نفس الوقت يحافظ على إشباع أكبر وأحسن لعملاء ومشترين منتجات الشركة. أهلا بيكم في الجزء الثاني من فيديو بنتكلم فيه عن عنصر من أهم عناصر المزيج التسويقي وهو المنتج. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم فيه مع بعض عن دورة حياة المنتج وكمان خط المنتجات أو البرودكت لاين. دورة حياة المنتج، أي منتج في أي مكان في أي زمان في العالم بيمر بمراحل اسمها دورة حياة المنتج Product Life Cycle أو PLC. ودورة حياة المنتج ديت هي دورة حياة أي كائن حي. فالإنسان مثلا بيبدأ نطفة في بطن أمه، وبتبدأ النطفة ديت تتطور وتكتمل لحد ما تاخد شكل طفل صغير جدا مستعد يخرج للحياة، ودي اسمها مرحلة التطور. ولو طبقناها على المنتج فهنقول إن ديت المرحلة التمهيدية اللي هيبدأ فيها المنتج كفكرة، وبعدين يبدأ يتطور واحدة واحدة من خلال الأبحاث والتجارب لحد ما يوصل لمنتج حقيقي جاهز يخرج للسوق. المرحلة التانية في دورة حياة الإنسان وهي خروجه للحياة، لكن طبعا بيبقى خارج للحياة ضعيف لسه بيستكشف الدنيا والناس. وزيه بالظبط المنتج في مرحلة دخول السوق بيبقى لسه مش واخد على السوق ولا السوق واخد عليه، وبالتالي بتكون مبيعاته ضعيفة لأن الناس لسه مش عارفاه أو متعودة تشتريه، وبالتالي الأرباح والعوائد هتبقى قليلة، وهتبقى الشركة مضطرة تزود تكاليفها أكتر بالدعاية ونشر رسالتها التسويقية ما بين الناس علشان يبدأ الوعي بالمنتج يزيد والناس تبدأ تشتريه. وعموما الناس اللي بتشتري المنتج في المراحل ديت بنسميهم المغامرين أو المخاطرين، ودول طبعا بيبقوا نسبة قليلة. المرحلة ديت ممكن تشمل في وقتنا ده مثلا العربيات اللي بتمشي بالطاقة الكهربائية. المرحلة الثالثة في حياة الإنسان هي مرحلة النمو، وفيها بتلاقي الطفل بدأ يكبر بسرعة كبيرة، وسرعة النمو في الشكل ده ما بتحصلش في أي مرحلة عمرية تانية. وطبعا المرحلة ديت بيبقى محتاج فيها غذاء كويس جدا علشان يحافظ على مستوى النمو ده ويطوره. ونفس الكلام بيكون المنتج في المرحلة ديت شد حيله، ده نتيجة إن الناس بدأت تعرف عنه من خلال الدعاية وبدأوا يمدحوا في جودته وقوته، وبالتالي بدأت المبيعات تزيد ومعاها العوائد والأرباح، والتكاليف هتقل شوية على الشركة، بس ده مش هيمنعها إنها تستمر تصرف على الدعاية والإعلان، لأنها عاوزة تستغل الفترة اللي بنسميها بلغة الحرب الزخم. واللي بيكون ملاحظ جدا في الفترة ديت إن شهرة وانتشار واستعمال المنتج بيزيد بتسارع عالي جدا. وبالمناسبة هي ديت المرحلة اللي الشركات بتبقى مستنياها، لأن غالبا ما بتجيش فترة بنفس النمو والقوة زيها تاني. المرحلة ديت ممكن تكون بتشمل دلوقتي اللابتوب والموبايلات بالتاتش وتويتر أو إكس. المرحلة اللي بعد كده في عمر الإنسان بتكون مرحلة النضج. النمو شبه متوقف أو بيحصل بس بشكل غير ملحوظ. الأكل والشرب مبقوش مهمين للنمو زي الأول، لكن مهمين علشان يفضل الإنسان في نفس المستوى من الصحة والقوة اللي وصل لها. وبرضه نفس الكلام للمنتج، فهو وصل لمرحلة من النضج في السوق والمبيعات بقت شبه ثابتة، والناس هم واللي بيخرج منهم من السوق بيدخل مكانه تقريبا بنفس النسبة. وفيها الشركة بتحافظ على معدلات صرف في الإعلان معقولة علشان تفكر الناس دايما بالمنتج وتفضل محافظة على مكانها ضد المنافسين.
المرحلة ديت ممكن تشمل حاليا فيسبوك، الموبايلات، الكاميرات الديجيتال. المرحلة الأخيرة في عمر الإنسان بتكون مرحلة الكبر والضعف، وزيها بالظبط المرحلة الأخيرة في دورة حياة المنتج، فبيبدأ يتدهور وتقل المبيعات، وبيبدأ يشوف الناس منتجات جديدة وشركات جديدة، وساعتها بتبدأ تفكر الشركة إنها تنسحب من السوق أو تنافس وتعيد قوة المنتج لو عندها القدرة دي. طيب يهمني في إيه أعرف كل المراحل ديت عن المنتج في التسويق؟ لو قدرت تفهم دورة حياة المنتج هتقدر تديره صح تسويقيا في كل مرحلة من المراحل. تعالوا ناخدها واحدة واحدة. وأول مرحلة مرحلة تطوير المنتج، هتكون عارف إن ديت أهم مرحلة، ما تستعجلش فيها. حاول تاخد وقتك كله في الدراسة والتجريب، وحاول تستبين السوق وتشوف رأيه في المنتج قبل ما تنزله، وده اللي بتعمله الشركات العالمية المحترفة تسويقيا، علشان ما تتفاجئش بالمنتج إنه مش مقبول من السوق، وبالتالي تروح فلوسها وجهدها على الفاضي. مرحلة تطوير المنتج ممكن تسميها مرحلة الأفكار، فالمنتج نفسه بيكون مجرد فكرة. الفكرة ديت بتيجي للشركة ببحثها في السوق عن احتياجات الناس، وبتحاول تحول الاحتياجات ديت لمنتجات وخدمات مبدعة مربحة. الأفكار ملهاش مصدر واحد. صحيح الشركات الكبيرة بيكون عندها إدارات متخصصة زي إدارات البحث والتطوير، لكن أغلب الشركات العملاقة بتحاول تجمع الأفكار مهما بانت صغيرة، بداية من أفكار العامل البسيط في الشركة مرورا برجال البيع لغاية المديرين ومؤسسين الشركة. وممكن الشركة تطور إدارة مختصة بالأفكار تكون مهمتها تجميع الأفكار من كل المصادر ودراستها ومناقشتها مع باقي الإدارات في الشركة علشان تشوف هتقدر تنفذها إزاي. تاني مرحلة مرحلة التقديم. في المرحلة ديت الشركة بتكون حولت الأفكار الكتير اللي جاتلها من بره أو جوه الشركة لمنتج مبدع ويقدر يشبع احتياجات السوق. بعد ما الشركة تنتج المنتج بالفعل هيكون قدامها استراتيجيتين تشتغل عليهم. يا إما تستسلم للأمر الواقع وتعرف إن اللي هيشوف منتجها الجديد ويستخدمه هم مغامرين السوق واللي بيحبوا يجربوا، وهتبدأ تشتغل عليهم كويس وتخليهم بقصد أو بدون قصد منها يتكلموا عن المنتج وجودته، لكن تبقى عارفة إن المبيعات مش هتكون كبيرة في الأول. في منطق تاني عكس المنطق ده، وهو منطق استخدام الدعاية المكثفة جدا. ومن تطبيقات الأسلوب ده استخدام طرق الدعاية الفيروسية، وهي النسخة الإلكترونية الحديثة من التسويق الأشهر على مر تاريخ التسويق، وهو التسويق بالمديح. في الاستراتيجية الفيروسية ديت بتبدأ تطور الشركة حملات إعلانية دعائية مكثفة جدا، ويستحسن تبقى مبدعة جدا، وبتعتمد إنها تحط رسالتها الترويجية في كل مكان تتخيله، سواء بقى بإرادتها هي وقدرتها الدعائية أو عن طريق نشر الناس للرسالة التسويقية الإعلانية المبدعة جدا. والاستراتيجية ديت أثبتت كفاءة وقوة، وهي بالفعل بتحقق مبيعات وأرباح بسرعة قياسية، وبتختصر مرحلتين وهما مرحلة التقديم والنمو في مرحلة واحدة. والأسلوب الفيروسي ده هنتكلم عنه قدام شوية، وتحديدا في جزء الترويج والاتصالات التسويقية. تالت مرحلة هي مرحلة النمو. دي المرحلة اللي لازم الشركة تفهمها كويس وتكون محضرة خطة تسويقية محكمة لاستغلالها، وبالتالي الشركة هتبدأ تصرف أكتر على الإعلان علشان تستغل مرحلة الزخم دي، وتبدأ تفتح أسواق جديدة وتطور إضافات وتحسينات في المنتج. المرحلة الرابعة مرحلة النضج. هي مرحلة لازم أي منتج يوصل لها، ودي سنة الحياة بالنسبة لأي منتج، علشان طبيعي إن الأذواق هتختلف والتكنولوجيا بتتطور، وبالتالي بيوصل السوق لمرحلة من التشبع، وساعتها الشركة ما تستسلمش للأمر الواقع ده وتقاومه بتطوير مستمر في المنتج ومحاولة جذب شرايح سوقية جديدة. المرحلة الخامسة مرحلة الانحدار. هي أصعب مرحلة في دورة حياة المنتج، وأول ما تبدأ الشركة تشوف منتجها بيضعف وينحدر هتختار استراتيجية من كذا استراتيجية للانحدار. بالنسبة للشركات الكبيرة والعالمية فمرحلة الانحدار بالنسبة ليها على الرغم من صعوبتها بس مش عقبة كبيرة في حياة الشركة. يعني مثلا شركة زي سوني عندها مزيج منتجات هايل، ما عندهاش مشكلة لما الكاميرات الرقمية توصل لمرحلة الانحدار إنها تطور منتج جديد تماما ويبدأ مسيرته من أول وجديد، أو إنها تعدل وتطور في الكاميرات الرقمية القديمة علشان يعني تقدر تتغلب على مرحلة الانحدار دي. أو شركة نوكيا اللي ما عندهاش أي مشاكل إنها تسحب موبايلاتها القديمة في مرحلة الانحدار وتحل مكانها موبايلات أحدث. أما لما نتكلم عن شركات بتبقى قايمة على منتج واحد بس زي أتاري مثلا،
فالشركة ديت هتعاني جدا لأن ده منتجها الوحيد، وده اللي استبدلناه بالألعاب الإلكترونية وأجهزة البلاي ستيشن سوني. نفس الكلام ينطبق على حاجة زي موقع فيسبوك، فالشركة رأس مالها ومنتجها الوحيد هو الموقع ده. لو وصل لمرحلة الانحدار ما ينفعش يعلن زكربيرج المؤسس عن انسحابه من السوق وينزل موقع تاني مكانه، لكن هيحاول يصمد في السوق لآخر لحظة ممكنة عن طريق تطوير في المنتج اللي بيقدمه، أو عن طريق تفاعله مع المستخدمين، أو عن طريق دعاية وإعلان أكبر علشان ياخد من نصيب المنافسين في السوق زي ماي سبيس وجوجل بلس. دلوقتي هنتكلم عن خط المنتجات البرودكت لاين. كتير من الشركات مش بتكتفي بمنتج واحد بس، وبتبدأ تكبر خط منتجاتها بإنتاج منتجات ليها علاقة ببعض، أو منتجات بتخدم سوق واحد، أو منتجات بتشتغل بطريقة واحدة. يعني مثلا محل الأكل على خط المنتجات بتاعه أكلات وسندوتشات بأنواع وأطعمة مختلفة، وشركات العربيات العالمية بتنزل على نفس خط المنتجات بتاعها عربيات مختلفة بأسعار وأشكال وجودات مختلفة، وشركات الأغذية والمشروبات بتنزل على خط المنتجات كتير من المنتجات في السوق بأسامي مختلفة، وغالبا انت كمستخدم مش بتعرف المنتجات ديت مين الشركة المنتجة ليهم. لكن لما تدقق اكتر في الموضوع بتكتشف ان شركة واحدة هي اللي ممكن تكون صاحبة كذا منتج في السوق، واحيانا الكذا منتج دول بينافسوا بعض. مهم اننا نفرق ما بين خط المنتجات البرودكت لاين ومزيج المنتجات البرودكت ميكس، لان في حين ان خط المنتجات بيعبر عن مجموعة من المنتجات المتشابهة او المتقاربة سواء في الخصائص أو طريقة أو أماكن البيع والتوزيع، فمزيج المنتجات هو مجموعة من المنتجات المختلفة اللي بتنتجها الشركة، وبتكون المنتجات دي طريقة لنمو الشركة. فهي ممكن تزود عدد المنتجات على خط منتجاتها البرودكت لاين، أو ممكن تزود عدد المنتجات المختلفة في مزيج المنتجات اللي بتنتجه البرودكت ميكس. مزيج المنتجات ممكن يبقى خليط من منتجات ألبان على منتجات غذائية على مسحيق تنظيف على ماكينات طباعة. أما خط المنتجات ممكن يبقى منتجات ألبان زي الجبن والألبان بأنواعهم وأشكالهم المختلفة. طيب سؤال، ليه الشركات بتنتج خدمات ومنتجات متقاربة ومتشابهة وأحيانا المنتجات ديت بتنافس بعض؟ في أسباب كتير علشان الشركة تزود المنتجات اللي بتنتجها على خط المنتجات، ومن ضمن الأسباب ديت إنها عاوزة تدخل قطاعات وشرائح تانية في السوق، بس ما تقدرش تعمل كده بمنتجها الحالي. الشركة اللي بتنتج باكو بسكوت ثمنه من نص جنيه لجنيه مثلا، الشركة ديت حبت إنها تدخل لشريحة جديدة من المشترين، فطورت منتج البسكوت ده جدا، ولما نزلته في السوق نزلته ب3 جنيه. إيه اللي هيحصل؟ صحيح منتج الشركة الجديد ممتاز، بس خلاص الانطباع اللي السوق أخده عن المنتج القديم إن منتج عادي الجودة بسعر قليل، وبالتالي لما تنزل منتج بجودة أعلى وبسعر أعلى مش هتقدر تقنع الناس وتغير تفكيرهم وانطباعهم عن المنتج بسهولة، وبالتالي ممكن تبدأ منتج جديد باسم جديد بيقدم جودة كويسة جدا وبسعر غالي شوية، وانت مطمن المرة دي لأنك هتوجهه في المكان الصح وللناس الصح. الشركة اللي عاوزة تنافس شركة في شريحة سعرية أعلى هتعمل منتج تاني بجودة تانية وتعمل ليه سعر أعلى بيتناسب مع منتجات الشركة المنافسة، زي ما تويوتا أنتجت لكزس واللي نفست بيها مرسيدس بسعر أقل كمان من مرسيدس، بس طبعا هو السعر أعلى بكتير من أسعار عربيات تويوتا التقليدية. أو نفس الكلام للشركة اللي عاوزة تنافس في شريحة سوقية أقل وتسد الثغرات على المنافسين، فهتلاقيها هتنزل منتجات جديدة بأسامي جديدة بأسعار أقل، وده علشان تضمن وجودها في السوق ضد المنافسين في كل الشرائح السوقية الممكنة. الشركات اللي بتنافس بطريقة كل نفسك قبل ما السوق ما ياكلك هي شركات بتنزل نفس المنتج بجودة وسعر مشابه لكن باسم مختلف، وده بيكون علشان تسحب نصيب سوقي من المنافس، وبكده بتزود نصيبها السوق الكلي. الشركات ممكن تحصل لها مشاكل تسويقية كبيرة أو صغيرة تأثر على درجة ولاء المستهلكين لمنتجات، وممكن من غير مشاكل ولا حاجة. طبيعة شريحة من المشترين إن هم بيحبوا التجديد، وخصوصا لو في إغراءات ترويجية من المنافسين، ومن غير أي مشاكل أو حب للتجديد ممكن المشتري يبقى مش حابب منتج الشركة بدون سبب مقنع أو ليه معنى للشركة، ودي حاجة نفسية الشركات الكبيرة بتخلي بالها جدا منها. فالعامل النفسي والعاطفي بيكون مؤثر في كتير جدا من اختيارات المشترين والمستهلكين في السوق، وفي كل الحالات ديت بيبقى منتج الشركة الجديد واللي هو منافس لمنتجها اللي بتنتجه برضه هو الحل. وشوف المثال ده، لما بدأت جهات ونشطاء يدعوا الناس لحملات مقاطعة المنتجات الأمريكية
خصوصا منتجات الشركات المعروفة ولا أهل الكيان الصهيوني. كان من ضمن الشركات ديت شركة أمريكية عملاقة هي شركة بروكتر أند جامبل، وبروكتر أند جامبل بتنتج بشكل أساسي مستحضرات التنظيف زي أريا، ومنتجات عناية بالأطفال زي بامبرز، والبطاريات الكهربائية والأغذية وغيرها من خطوط المنتجات العملاقة. بدأ يحصل استجابة من كتير في مصر والعالم العربي لحملات المقاطعة دي، وبرغم الانقسام اللي حصل ما بين ناس قطعت وناس لأ، فالمحصلة النهائية بتبقى خسائر فادحة للشركات اللي دخلت ضمن حملة المقاطعة، لكن خسائر الشركات العادية أقل بكتير من شركات عملاقة زي بروكتر وجامبل، واللي بتلعب على خدعة خط المنتجات. ست البيت اللي استجابت لدعوات المقاطعة قطعت منتجات بروكتر أند جامبل، واللي من أشهرها بالنسبة ليها هو أريال. وشهرة أريال ديت كانت بسبب إنه موجود في حملات إعلانية كبير للشركة وحملات المقاطعة للنشطاء. كان البديل قدام ست البيت ديت إنها تجيب منتج منافس، ودلوقتي قدامها منتج زي تايد، بونكس، مستر كلين. وطبعا المستهلك اللي هي ست البيت سعيدة بطريقة استجابتها للمقاطعة، وبرضه بروكتر أند جامبل سعيدة بأرض تسويقية اتسحبت منها من أريا وراحت ليها تايد أو بونكس أو غيرها من منتجات الشركة. كمان من أصعب الحروب التسويقية واللي ما بتبقاش واضحة للمشترين هي الحرب اللي بتحصل ما بين الشركات المنافسة على رفوف التوزيع، خصوصا في الأسواق العملاقة الهايبر ماركت. والموزع أو تاجر التجزئة في الأسواق هنا بيختار الشركة اللي هيحط منتجاتها على أسس كتير، من ضمنها قوة الشركة ونجاح حملتها الإعلانية والعروض اللي بياخدها لما يبيع منتجاتها. وكمان بيراعي إن رف التوزيع عنده يبقى عليه تنويع من منتجات، فبدل ما يحط على الرف عنده اسم أو صنف واحد أو اتنين هو عاوز يحط 10، وبالتالي الشركة اللي بتعمل كذا منتج مشابه لنفس السوق هياخد منها الموزع كمية أكبر من المنتجات، وبالتالي هي هتبيع أكتر وتكسب أكتر. يعني ممكن نقول إن بدل ما الموزع كان هياخد نص المنتجات من شركة والنص التاني من الشركة المنافسة، دلوقتي هياخد تلت من الشركة الأولى وتلتين من الشركة التانية، علشان دلوقتي الشركة التانية بتنزل منتجين متشابهين باسمين مختلفين. نفس اللعبة بالظبط ممكن تلعبها الشركة أقوى كمان لو نزلت المنتج الجديد المشابه للقديم بتاعها بسعر أقل. فمثلا لو شركة لايون بتنافس شركة شيبسي، وشركة لايون لقت السوق بيتسحب منها وكل يوم نصيبها السوقي بيقل في صالح شيبسي، ساعتها ممكن تنزل منتج تالت واسمه مثلا شيبسينا بالجودة العادية بس أقل في السعر. ساعتها هيتسحب السوق من شيبسي ولايون، وبالتالي يبقى لايون طبقت المقولة بالظبط، كل نفسك قبل ما السوق ياكلك. وممكن يحصل العكس، الشركة حابة تنافس في شريحة سعرية أقل، فالشركة مرسيدس المرة ديت هتنزل مرسيدس جديدة بجودة أقل من المرسيدس في الشريحة الأعلى، وفي الحالة دي سعر مرسيدس الجديدة قريب من أسعار العربيات في الشرايح الأقل، والناس هتبدأ في الشريحة الأقل تشتري مرسيدس الجديدة. بالطريقة دي مرسيدس أو أي شركة تقدر إنها تكسب أراضي تسويقية جديدة من الشركات المنافسة عن طريق اختراق مناطق تمركزهم وقوتهم. فلو الشركة عاوزة تضرب المنافسين في أماكن قوتهم هتلجأ لزيادة المنتجات اللي بتنتجها. يعني مثلا لما فودافون تنزل خدمة جديدة لرجال الأعمال هتلاقي اتصالات نزلت نفس الخدمة أو أحسن كمان في قطاع رجال الأعمال، وده مش لأنها حابة كده، لكن لأن المنافسة شرسة ما بين الشركتين وخوف اتصالات إنها تفقد عملائها أو جزء من سوقها أو سمعتها لصالح المنافسين خلاها تعمل كده. أو ممكن يبقى الموضوع مبادرة من اتصالات نفسها، فهي شايفة إن المنافسة قوية مع المنافسين ليها فتبدأ تعمل خدمة جديدة باسم جديد لقطاع رجال الأعمال، وبكده يبقى عندها ميزة تنافسية على فودافون. ممكن الشركة تصلح أخطائها بإنها تزود المنتجات اللي بتنتجها على خط المنتجات، زي مثلا تويوتا نزلت موديل وحصل فيه أخطاء، فما ينفعش تعالج الأخطاء ديت وتقول أنا صلحت الأخطاء وجربوا. الأحسن إنها تعمل عربية جديدة باسم جديد علشان تشيل الانطباع السلبي عند المشترين. في حاجة في السوق اسمها الثغرات التسويقية، ودي غالبا الثغرات اللي بتستغلها الشركات الصغيرة في السوق وبتشبع عن طريقها احتياجات سوق معين الشركات الكبيرة مش واخدة بالها منه، وعلشان كده تقوم الشركات الكبيرة دي تشتغل على الثغرات وتسدها قبل ما تستغلها الشركات الصغيرة أو الشركات الكبيرة المنافسة. يعني ممكن مثلا ماكدونالدز بدل ما تستنى مطعم مشهور تاني يفتح خصوصا علشان المشترين النباتيين ما بياكلوش لحمة، ممكن تزود على خط منتجاتها أطعمة ووجبات نباتية للشريحة النباتية. فالشركة بتلجأ لتزويد المنتجات على خط منتجاتها علشان تعمل فكرة البيع المتقاطع الكروس سيلين، ودي لعبة تسويقية شهيرة لعبتها كتير من الشركات العملاقة زي اتش بي، واللي بتبيع في الأساس طابعات برينترز وبتنتج جنبها ملاية الحبر اللي هي الكارتج، أو شركة جيلت واللي بتنتج جنب ماكينات الحلاقة
أمواس الحلاقة. في أسباب عامة علشان الشركة تزود المنتجات اللي بتنتجها، زي إن الشركة بتنتج ملابس صيفية هتستغل العمال عندها والوقت في إنها تنتج ملابس شتوية في الشتاء. سبب تاني كمان إن الموزعين أو المشترين يطلبوا من الشركة منتجات زيادة عن المنتج الأصلي، فتعملها مخصوص علشانهم، علشان يعني ما تفقدهمش. زي مثلا شركة بتعمل خدمات تصميم ويب سايت، طلب منها عميل تصمم له بوستر إعلاني، فهتزود الخدمة ديت على خدماتها علشان ما تفقدوش. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وياريت تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.